وعلشان مفيش احلى من الاكل المصري فعملنا لكم الفاصوليا بطريقتنا، بس احنا كملنا المعادله وخليناها وجبه كامله متكامله، فيها بروتين نباتي فيها بروتين حيواني، ورخيصه واي حد هيقدر يعملها، وسهله وبسيطه لاي حد بيتعلم جديد في المطبخ. يلا نوريكم الطريقه على طول. السلام عليكم. عاملين ايه حبايبنا في الله. حبايبنا فعلا والله في الله. اوعى الاكل الموفر هو ده. أيوة. الاكل الجامد هو ده، الاكل المشبع هو ده. كنت دايما وهم صغيرين لما بنجيب لحمه دايما كنت بشيل قطع على جنب. لما تجيبوا كيلو لحمه شيلوا منه حوالي 200 جرام. ممكن على حسب احتياجاتكم، لو انتوا شايفين كتير شيلوا 200 جرام، لو انتوا شايفين ان هي قليله شيلوا اقل سنه. شيلوا قطعه. القطعه دي دايما بتبقى للطوارئ. في كائن عندنا مثلا ما بيحبش الكبده، يعني احنا هنوريكم طريقه في ايه؟ ما خلاص هنقعد نحكي لهم قصه حياتنا. اديني فرصتي. خد انت، مش انت اللي بتقطع؟ بس انت بهدلتي ايدك. خلاص مش مشكله انا بهدل ايدي. اهم حاجه مكعبات صغننه خالص عشان تخلوا الاكله دي موفره. تعملوها بربع كيلو لحمه بس. الناس مثلا ممكن تقول انا ممكن اتكسف اجيب ربع كيلو لحمه. ما هي دي الحته في ان انت دايما تشيل قطعه لحمه. بس اقول لك على حاجه يا ماما، ممكن تستخدمها بعيدا عن ان مش المفروض نتكسف، انا هنراعي مشاعر الناس اللي بتتكسف. تجيب نص كيلو تستخدم الربع وتشيل الربع الحاجه تانية. هو بيني وبينك ربع كيلو لحمه. انت عارفاني انا ممكن ادخل في اي مكان اشتري. بصي انا ما اتعودتش فمش هعرف اشتري. يعني ممكن ادخل مكان اشتري تفاحه. احنا بنحط بند ان في ناس هتتكسف. هات نص كيلو وخد ربع وشيل ربع. بلاش تستخدموا اللحمه المفرومه في الاكله دي، بلاش تستخدموا. صدقيني هتختلف خالص، هتبقى طعمها مش هو خالص. غير كده كمان يا ماما ان باللحمه دي قطع، مش محتاجه اعمل جنبها لحمه، مش محتاجه اعمل جنبها فراخ. على فكره انا عملتها زمان بقطع البانيه. قطعي قطع البانيه وتعمليها بقطع البانيه. هي اكله موفره واحنا مش عاوزين نخليها غاليه. احنا اللي ربنا مقدره وهيجيب جنبها فراخ او هيجيب جنبها لحمه او كده هو براحته. اللي عاوز يكتفي بيها للاطفال كده نظرا للظروف الاقتصاديه والازمات اللي ناس كتير بتعدي بيها. انا اندمجت في التقطيع بس دي كمان قطعه ليا كده موجوده صغيره في الثلاجه، ممكن تستبدلوها بقطعه دهون صغيره. مفيش عادي، مش تفرق قوي يعني. احلى فاصوليا تاكلوها في حياتكم. بما اننا كده هنسوي بصله نفس مكان اللحمه عادي. ليا معزه خاصه مع الفاصوليا اكتر من ام عين سودا. طب انت عارف ان ام عين سودا اللوبيا دي افيد كتير من الفاصوليا؟ انا بعشق حاجه اسمها فاصوليا. طبعا محتاجين ربع كيلو فاصوليا. واحنا بننقعه ازاي؟ احنا بنغلي ميه في كاتل ونحطها عليه ونسيبه حوالي نص ساعه كده ولا ساعه لحد ما تبقى بالمنظر ده. مش بنقشرها، بس انا وريتكم المنظر بس يعني. يلا بقى نعمل فاصوليا. يلا على السوا على طول. هننزل بمعلقه سمنه كبيره كده وننزل على طول عليها بالبصله اللي قطعناها. واول ما توصل للون الذهبي ده هننزل على طول باللحمه. واول ما اللحمه تغير لونها بالشكل ده ننزل على طول بالصلصه. احنا عندنا مجمده، لو مش مجمده انزلوا بحوالي كوبايه طماطم مضروبه في الخلاط. هننزل عليها بنص معلقه معجون طماطم، نص كوبايه ميه، ونغطيها لحد لما تتسبك. اول ما الصلصه تتسبك وتوصل للشكل ده هنضيف معلقه سكر صغيره، ودي بتعادل الحموضه في الصلصه. نبدا على طول ننزل بالفاصوليا بتاعتنا، بس طبعا احنا بنصفيها من الميه اللي كنا ناقعين فيها. بنضيف عليها كوبايه ميه، احتاجت نص كوبايه تاني. هنغطيها ونسيبها تكمل سواها. وخلاص بعد ما بدات تدخل في السوا بالشكل ده هننزل بالتوابل بتاعتنا، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، وكده المهمه تمت بنجاح. طلعناها. الاول تعرفوا ازاي انها استوت. بناخد واحده وندوس عليها، لو اتهرست في ايدينا كده بسهوله خلاص كده تمام. اهم حاجه تبقى دايبه كده. ايوه اهم حاجه تبقى دايبه زي ما انا دايب حلو كده. الاول كان بالقلم بعد كده بالكوع. طب ليه بصوا يلا ماما اتكسف، مش عارفه تتكلم من الكسفه. بصوا شايفين خدودها قلبت فراوله. خلاص انا ابنك عادي. طب يلا خلاص ندخل بقى في الموضوع. يلا رمي مع الكسوف. بجد هتعجبكم جدا، ويعني انا عايزه اخد رايكم بس. لا ورأيي طبق الرز لازم نقول. انت عارفه ان انا كده بعشق ايه؟ فاصوليا. كده مش هقول رايي فيها عشان هي بالنسبه لي يعني حاجات عظيمه كتير. خدي حته لحمه. وهي بصراحه من الاكلات اللي دمها خفيف جدا في الطبيخ المصري عامه. يعني ايه دمها خفيف؟ لذيذه يعني كده على القلب. في حد دمه تقيل. بسم الله. بسم الله. ايه رايك؟ بصي رايي انا كده حافظه دايما. انا بحبها، فانا صراحه انت عارفه ان انا ما اقدرش اقاومها، وعندي استعداد اكلها حتى من غير اللحمه اللي فيها مع طبق رز وانا مستكفي. احنا كتير بنعملها من غير لحمه، بنكتفي بالاكل الجانبي، اللحمه اللي جنبها او الفراخ اللي جنبها وخلاص. لا انا قصدي ان انا ممكن حتى من غير فراخ جنبها. انا هبقى حبيبها، انا بحبها جدا. هي لذيذه للاطفال ومغذيه ومفيده جدا كمان للناس المغتربه والطلاب والناس اللي عايشه لوحدها برضو. لا اي حد ما بيعرفش يعمل اكل
هي اكله سريعه جدا ولذيذه جدا وتحفه. هتفكركم بالدفى بتاع بيت زمان. لا، ودلوقتي لا يعني هم بقى، ما هم مغتربين فدفى بيتهم زمان. هنخليكم تعملوها 10/10. امشوا بالخطوات دي بالملي، هتطلع معاكم حاجه عظمه. مش شرط تحطوا على فكره لحمه، هي والله. ألذ باللحمه، بس ممكن تحطوا بانيه على فكره، انا جربتها قبل كده. وممكن من غير خالص هتبقى تحفه، بس احنا عملناها كده عشان ما يبقاش جنبها صنف تاني، تبقى هي ورز ومثلا سلطه وخلاص على كده. كمل انت كلامها وانا مع نفسي. اللي ما جربهاش فايته كتير جدا، واللي ما جربهاش على طريقتنا فايته اكتر. يا ريت في زرار شير هنا كده او هنا، مش عارف على حسب انتوا بتتفرجوا انجليزي ولا عربي. المهم يعني لو سمحتوا اعملوا لنا شير، ويا ريت تدخلوا على اليوتيوب كمان، دعموكوا بقى. انتوا حبايب. دمتم سالمين. والى اللقاء.